خلاص اوكي مش هبدأ انا الاول. عاملين ايه النهارده بقى؟ انا معايا حد بجد انسبايرنج جدا. شاب بدأ في صناعة المحتوى، كمان هو بيشتغل، فهو يعني من الناس اللي بتعمل حاجتين هو بيحبهم، فدي ميزة بصراحة. عمل حاجات كتيرة قوي. مشهور بالكونتنت الخفيف اللطيف، وهيز فيري كرييتيف برضو فيه. فالنهارده بقى احنا معانا مين؟ معانا زويل. عامل ايه؟ عامله ايه؟ انا ده ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ والله الحمد لله اهو. انا مبسوطه قوي ان انت معايا وانا النهارده مبسوط والله. جدا ان انا معاكي والله، يعني ده اول بودكاست اعمله في حياتي يعني. بجد؟ والله العظيم. طب وانا كمان يعني شفت بحس ده. دايما الناس بتكبر المواضيع بودكاست، فجاي بقى اشوف ايه بيحصل، عايز اعرف ده موضوع بجد ولا ده ايه. ايه بقى؟ فمبسوط والله ان انا معاكي بجد. لا وانا قوي، ان شاء الله تبقى حلقه حلوه. يا عامل رب ان شاء ايه؟ الله. الحمد لله كله تمام. إنتي اخبارك؟ الحمد لله. مين زويل؟ مين زويل؟ والله يعني بدأنا هو نكبر الموضوع خالص. انا زويل ده انسان عادي جدا. امم انا على فكره كمان بشتغل from 9 to 5، يعني بشتغل كوربريت. كمان. شغلانه يعني قويه اوكي. شويه. فمتعود دايما ان من زمان كان بقالي دي السنه ال11 اللي هي في الشغل ان انا ما بشتغل شاء الله. كوربريت. فمن اول بقى 2018 لما بدأنا ان انا اخش شويه في الكونتنت او ابقى مع صحابي في السوشيال ميديا، نعمل فيديوز، نهزر، نعمل حاجه. الموضوع كان صعب شويه في الاول ان انا بعمل حاجه وفي نفس الوقت عندي شغل بروحه، وما كانش حد متقبل لا في الشغل ولا بره ان انت بتعمل ايه. بالظبط. فالموضوع بيبقى غريب شويه. مع الوقت ابتديت اعرف ان انا شويه هندل ان انا ابقى موجود في السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت امشي شغلي كويس يعني. الحمد لله اوكي. ما كنتش باثر في شغلي، يعني ما كانش الموضوع بيأثر على شغلي سلبا، فكنت عارف ان انا اتأقلم. السوشيال ميديا بدأت معايا 2018 باي لك جدا يعني. يعني كنت مسافر حلو. انا كنت دايما هوايتي ان انا لما يجي لي شويه فلوس من شغلي اللي انا بشتغله from 9 to 5 ان انا اسافر بره مصر. حلو قوي. فكنت اسافر مثلا اتصور وقت ما كان لسه يمكن انستجرام كان صور بس، ما كانش فيه كان صور ستوريز بس والكلام ده. فعلا. فكنت بصور، اسافر، اتصور، انزل صوره برج ايفل ايا كان بقى في اي حته بسافرها. فبدات ان الناس يبعتوا لي يقولوا لي واحد صاحبي كان لسه خاطب، فقال لي ممكن بس تمسك ورقه كده تكتب عليها اسمي انا وفلانه عشان خاطر ايه ده؟ افرحها الله. وبتاع. فقلت له نهار ابيض بس كده، ورحت عملتها له. فبعتها، قام هو منزلها بوست عنده وعمل لي تاج عادي جدا. اه فالموضوع بدا من هنا يعني، من الموضوع ده. سبحان الله. فهو شاف، عمل كده، 2 صحابه شافوها، طب والنبي متخلي صاحبك يعملها زينا. فانا رجعت من السفريه دي عشان ما اطولش عليك، رجعت من السفريه دي مثلا عندي 6-7 آلاف فولور، which is ده كان رقم بالنسبه لي ضخم. انا كان عندي 250. طبعا. فالناس كلها عايزه واحنا مسافر ابعت لنا، اعمل لنا. ففي يوم، اخر يوم في السفريه ده، انا كنت صحيت بدري، خدت شنطه فيها نوته مكتوب فيها الاسامي اللي انا هصورها للناس واعملهم، انت ورحت. ما نسيتهمش؟ خلاص بقى انا قلت كتر بقى، ما خيرك. انا برضو شفت فولورز بتيجي وناس، ايه ده انتوا، طب تعالوا نعمل كده. فقمت اخر يوم ده خصصته كله للموضوع ده. اوكي. رجعت من السفر ده عندي مثلا زي ما قلت لك 6-7 آلاف. كان في ايجنسي كده مشهوره برضو بتعمل ايفنتس وحاجات كده، عزموني يعني. حلو. شافوا ان انا عندي 6 آلاف، تعالى نورنا. فيك بذرة. يعني في بذره حد كده، فعزموني هناك. بقى اوكي. اتعرفت على ناس كتيره قوي 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 من السوشيال ميديا موجودين لحد دلوقتي. هم بصراحه كلهم يعني 90% منهم ساعدوني في ان انا اكون موجود في النهارده في السوشيال ميديا بشكل او باخر، لانهم كانوا اوريدي موجودين يعني وشاطرين، وانا كنت بشوفهم وعامل لهم فولو. اسماء كتير جدا، ودلوقتي بقوا معظمهم صحابي. اوكي. فالموضوع بدأ من هنا، دي كانت البذرة. بعد كده انا طول عمري عندي حتة كده جوايا بحب ان انا اسيب اثر. يعني ممكن اكون انا مش كوميدي قوي، مش ما عنديش موهبة فذة زي ناس كتيرة موجودة. فاهمة قصدك. فلازم ابقى هتعب شوية اكتر يعني. هحتاج اسعى وهحتاج اتعب شوية عشان خاطر ابان. وانا كنت بحب قوي ان انا دايما ابقى زي ما قلت لك مؤثر، فعايز اعمل حاجه مفيده. عايز الناس بعد عمر طويل لو انا مت اي وقت ما تيجي سيرتي بحاجه كويسه. فبدورت على الطريق اللي انا بحبه، ان انا ابقى بقدم حاجه خير للناس. طب ايه الحاجه خير للناس اللي اعملها؟ ايه حاجه اكتر حاجه اقدر اعملها بسرعه بعيدا عن الحاجات اللي مستخبيه اللي بيني وبين ربنا، ان انا مثلا اوفر شغل للناس. فمسكت في الموضوع ده، والموضوع ده يمكن كل الناس عارفه ان انا بعمله كل شهر بشكل ثابت. ايوه انت فعلا بتنزل وظائف. ستوريز صح كده مسميها؟ يعني هو يوم وظائف كده، ببقى انت محتاجه ناس والشركه او مصنع او محل او مطعم او ايا كان محتاج ناس. فانا ببقى حلقه الوصل، بقول له ابعت لي انت محتاج ايه، بقول للناس اليوم النهارده ابعتوا لي، فيبعتوا لي محتاجين بنات ولاد من الساعه كذا الساعه كذا، يشتغلوا كذا، مرتب كذا، ورقم التواصل كذا. فجت من هنا اقوم جاي منزل ده عندي. ما ببقاش عارف بقى مين راح مين كلم، بس بحاول ان انا على قدر الامكان اتاكد ان الشغل اللي جاي او الاعلان ده سليم، يعني مش حد مثلا. وبرضه بقول للناس انتوا،
انا مش متاكد مليون في الميه من المكان ده، فما تقابلوش ناس ما تروحش لحد في مكان غريب، قابله في مكان بابليك انترفيو، يبقى في شركه في مكان واضح. وياما جالي اكيد حاجات ناس يقول لي الشركه دي مثلا نصابه، دول كانوا بياخدوا فلوس من الناس عشان يعينوهم ما يعينهمش. ده فلان بيقول ان المقابله في مكان غريب في شقه، فاقول لهم لا ما تروحوش. وبقيت بطلع اوعي الناس برضه ان كل حاجه بيطلع لها ممكن تلاقي حد بيشغل دماغه فيها عشان يعمل حاجه غلط بشكل او باخر. فبقيت اوعيهم طب خدوا بالكم كذا، خدوا بالكم من كذا، لحد ما بقى خلاص معروف عني بشكل اكبر قوي ان الناس بتروح لزويل عشان مثلا بيدوروا على شغل. اوكي. فانا مختلف شويه عن الناس الموجودين على السوشيال ميديا. عندنا أيوة دي حقيقة الفان بيز بتاعي بجد ناس جميله قوي وناس غلابه شويه. فممكن مثلا ابقى في مول تلاقي مثلا الناس في مول الناس عارفيني بس عادي عارفين ان ده موجود على السوشيال ميديا، بس ممكن اخش مطعم مثلا في عمال وفي ويترز وفي ناس تلاقيهم كلهم عارفيني، ده احنا كلنا اشتغلنا هنا من الستوريز بتاعتك. ايه ده وحياة ربنا واحد صاحبي يجازيك. يا رب واحد صاحبي مثلا يجي يقول لي عنده محل زويل انا محتاج ستاف، فخد نزل اعلان ده عندك، فنزله. بعد عدي شهر 2 راح عنده بقابله، راح اجيب حاجه اشتري عنده. أيوة. عدينا فلاقي واحد بيقول لي على فكره استاذ زويل والله بحبك جدا. اقول له ربنا يخليك. يقول لي انا وحسن وابراهيم ومحمد واحمد كلنا والله جينا هنا من الستوريز بتاعتك. دي بقى الحاجات بالنسبه لي اللي انا ببقى عايز اكمل فيها. حسيت يعني ان انت بتعمل، حسيت ان في دور بالظبط. يعني انا لو كنت ودور واضح دور انا بالنسبه لي مهم. يعني كل واحد من دول بيخش له دخل او ربنا بيرزقه بحاجه، فانا صح. فرحان ان انا ربنا بيرزقني عليه خير يعني. فانا الحته دي مهمه، بستثمر مع ربنا بصراحه يعني. بعدين بقى انا شخص ممكن اكون بعمل حاجات غلط، ممكن اكون بعمل يعني طبيعي زي اي حد طبيعي. بس في حته كده دي بتبقى شويه من البيت بقى اللي انا طالع فيه. والله مش بجامل في نفسي يعني، بس انا امي وابويا تعبوا في تربيتي حقيقي والله. وده باين بصراحه بجد والله. ربنا يخليهم يعني، اقول لهم شكرا والله، ربنا يخليكم ليا يعني والله. فدي الحته اللي انا كنت بحاول ان انا دايما ابقى مركز فيها، حته ان انا اعمل خير للناس. وعشان بيقعد خدي بالك يعني، هو كده اي حاجه بتعمليها بترجع 10 اضعاف، مش هترجع 9 ولا 8، هترجع اكتر بكتير يعني. ده ربنا وعدنا بكده. فمن هنا بدات بقى حته السوشيال ميديا ان انا ابقى مركز شويه في الحاجات الخير وفي نفس الوقت في الكونتنت بقى يعني شويه كونتنت بسيط كده. ما بحاولش استظرف، ما بحاولش اطلع ابقى تقيل على الناس. انا ممكن ربنا مش مديني موهبه ان انا اتكلم اضحك الناس، فلو اتكلمت واستظرفت زي ناس كتير برضو موجوده ممكن ابقى رخم جدا. ممكن ايه يا عم الواد الرخم ده. بص هو الحلو ان انت عارف ده يعني، فاهم، تصالح مع ان انت بجد والله في حاجات بتضحكني يعني بالظبط. ممكن تبقى مواقف، ما هي مواقف لذيذه بس بحاول ان انا ابقى واخد بالي ان انا ما ابقاش تقيل على الناس يعني. أيوة. عشان برضو الناس مش مستحمله بصراحه، احنا كلنا مش مستحملين مش قادرين نشوف، عايزين واحده لا هي دي حقيقه يعني. فبقيت ماسك العصايه من النص، فماسك العصايه من النص، فبالتالي الناس عارفاني معظمهم يعني. لو جت سيرتي في قاعده محدش بيتضايق او يقول لك ده واد رخم او حد يقول لك ده بيضحك، لا الوسط. ما انا تمام، انا عاجبني حتى في الوسط دي، لان برضو بقول لك مع شغلي وكده فانا تمام يعني. انا كده شايف ان انا الحمد لله كويس. يا ربنا يكرم بس اعرف اكمل بقى في لا ان شاء الله. امتى بقى حسيت ان انت عايز تاخد الموضوع جد شويه، او امتى بقى خلاص انت رجعت من السفر؟ ايه اللي حصل بقى؟ لما رجعت من السفر عزموني واتقابلت مع الناس اصحابي اللي هم المشهورين دول، كانوا وقتها قوي. لقيت نفسي اليوم ده بس مثلا رجعت كان عندي حرف الكي بقى جنب الفولورز. خلاص انا مجرد ان انا صورت معاهم، هم الناس بتحبهم جدا فبقوا بيعملوا لي فولو عشان خاطر انا صاحبهم، وعشان خاطر ايه ده احنا عايزين يبعتوا لي يقولوا لي ممكن تخلي فلان يرد علينا، ممكن تخلي فلان يرد علينا. فحاضر يا جماعه. بقيت عامل زي كوبري كده، بدات كوبري في حته والله العظيم حته صغننه كده. حلوه دي قوي. عارف اللي هو ايه، انا هعمل له فولو عشان انت صاحب فلان، فانا عشان ممكن بقى والنبي يرد عليا. رد عليا بقى والنبي. بعد كده طبعا ابتديت برضو، ما هو مش هتفضلي كده، يعني هتوصلي حته الناس هتبقى بتعمل ايه. فابتديت شويه افكر في كونتنت، اعمل فيديو ظريف، اعمل طبخه حلوه مثلا ايام الكورونا. انا بعرف اطبخ كويس قوي 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 يعني. انا لسه كنت جاي لك في الموضوع بس كويس انت فتحت. كويس. فبحب اطبخ كمان كرييتيف يعني، مش شرط امشي على وصفه يعني. انا امي بتطبخ حلو قوي، فبالتالي احنا في البيت متعودين على الاكل الحلو. فممكن بقى دلوقتي اعزم ماما مثلا على اكله تقول لي ده حلو قوي انت حاطط فيه حاجه مختلفه، فانا ببقى مش بمشي على ريسبي، انا بعمل بمزاجي يعني. فبعرف اطبخ شويه. فبرضو الموضوع ده بيجي كده ايه، بحس ان ده برضو كونتنت لذيذ. انا مش متخصص فيه قوي، بس ممكن اعمل حاجه كده بسيطه، وحلاوتها ان هي بسيطه مع الناس يعني. يلا يا جماعه هنعمل كذا مع كذا فبقيت الفيديوز بتاعتي متنوعه. كون اكل، ممكن ايام الكورونا مثلا دي كانت كارثه،
يعني كل كنت عامل حاجه اسمها مطبخ زويل، كان كنت كل لسه يوم. هقول لك انا ده فاكراه كويس جدا. مطبخ كنت زويل ده بخش فاهم اشوف ايه بقى. اقسم بالله، كيكه جيلي اي حاجه في الثلاجه هستخدمها، وبعدين بار انت شوكولاته هنسيق اي حاجه. لان الوقت ده كمان ال 9 to 5 جوب اكيد اديتك صح، كان مفيش ساعتها بقى بقى اجازه، ما بالظبط. قاعدين في البيت بقى، قاعدين في البيت في وش بعض طول النهار، هنعمل ايه؟ هنطبخ، نطلع لحمه نفكها، نطلع كيكه، بار شوكولاته نسيحه. والله العظيم بالظبط. هنتصرف باللي موجود في الثلاجه. فلقيت نفسك اكيد لقيت بقى، نفسي بقى صح؟ واصحابي بقى، وكمان طبعا يعني احنا كنا في صحابي عايشين معايا في نفس البيت، فيلاقوا الستوريز يشوفوها ينزلوا يا جماعه كورونا وبتاع، ما هناكل بس ونطلع يعني. هناكل ونطلع. كان الموضوع كان لذيذ قوي. فكنت بحاول ان انا ابقى متنوع شويه في الكونتنت، ان انا اعمل يعني اللي تيجي في بالي اعمله، موقف بيلمس حياتك. طب سفر، الناس تحب تتفرج على السفر. في ناس كتيره قوي ممكن ما كانتش مثلا عندها المقدره ان هي تسافر، فكان انت بتبقي زي النافذه بتاعتهم كده، ان هو يحب يشير معاكي السفر. فكنت احب اخدهم قوي في تفاصيل السفر كلها. هناكل هنا النهارده، هنشرب هنا النهارده. فالناس بقت لما تيجي مسافره، ده لحد النهارده بيحصل. اصحابي القريبين لما يجوا مسافرين لحد النهارده بيفتح الستوريز بتاعتي، يعني متعود احط الهايلايتس بتاعت السفريات باسامي البلد في الهايلايتس. فهو مسافر مثلا سي ايطاليا، مسافر برشلونه، مسافر ايا كان، مسافر فين، يفتح الهايلايتس يتفرج عليه، يشوف انا عملت ايه هناك او حاجه عجبته عشان هو ما يروح يعملها. اوكي. فبقت ناس تعتبرها مرجع كده، ان هو ما يسافر الحته دي يعملها. فكل ده كان بيجي من هم الناس حابه تقول لي والنبي يا زويل نزل دي هايلايتس عشان اما اروح البلد دي ان شاء الله ابقى اعمل زي ما انت عملت. فحبيت بقى الموضوع، بقيت اسافر اوري لهم البلد بتعمل فيها ايه، بيتزار فيها ايه الاكل اللي ممكن يتاكل حلو. عشان كده بقول لك هتلاقيني دايما مش محصور في كونتنت معين. لا 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 يعني وبعدين الحاجات اللي انت بتعملها لايقه عليك، فساعات في ناس ممكن تخرج تعمل حاجه بره الموضوع، او ان انا عشان اللي هو انا عايزه اجيب بقى فيوز وعايزه اجيب ريتش، فقرر ان انا ما بقاش زويل. لا برضو دي انا باخد بالي منها شويه. وعلى فكره برضو عشان عارفه هي دي بتاثر سلبا شويه على الشخص. يعني انت لو انت مش فارق معاك بتعمل اي حاجه، فانت هتطلع في حته تانية خالص. يعني يعني في ناس كتيره قوي ممكن يبقى مش فارق معاه حاجه، مش فارق معاه مثلا كرامته، مش فارق معاه شكله، مش فارق معاه منظره، مش فارق معاه حاجه بالزبط. فهيروح في حته تانية بعيده قوي عنك، وممكن يعديكي ويتشهر اكتر، حتى لو بسلبا بس هيتعرف اكتر ويتشهر اكتر، وممكن ده يكسبه كمان فلوس كتير جدا. بس هنا بقى انت بتختاري، يعني بتختاري بقى انت محتاجه ايه، لان اسهل حاجه ان انت تبيع زي ما بيقولوا. بس انت لو عايز يبقى ليك قيمه شويه هتضطر تبقى ماشي على اثكس معينه، وملتزم بمجتمع، ملتزم بتربيه، بحاجات دي. انا باخد بالي قوي من الحاجات دي، لان انا ناس كتير قوي من اللي عاملين لي فولو عائلات وفي اطفال صغيرين شويه. يعني الانسايتس بتاعتنا بتقول مثلا ان اغلب الناس اللي عامله لك فولو فروم تو، من كذا لكذا، من 15 سنه لحد 23. فباخد بالي ان انا ما بقاش مؤثر عليهم سلبا. انا لو بعمل حاجه غلط انا ما بشربش مثلا سجاير، ما عملش، بس مثلا لو اشرب سجاير ما اطلعش واشرب سجاير. لا مش عشان حاجه، ممكن يكون ده عادي، بس مش عايز حد يقلدني. يعني اعمل انت كده بعيد عني، بس ما تقلدنيش. والصح هنا انه مش اي حاجه اصلا ينفع نشير. بالظبط كده. يعني اكيد زويل على السوشيال ميديا طبعا اكيد ده مش زويل طبعا بقى اللي هو طبعا اكيد مختلف. انت عندك بقى حياه. طبعا بس بشير اللي ينفع اشيره، اللي ينفع امي انا او اختي هم قاعدين بيفتحوا الفيديو يشوفوه، ما يبقاش موضوع فيه مشكله. انا دايما بحسب كده، اللي انا هرضى على امي وابويا واخواتي، فبالتالي هرضى على الناس عشان خاطر يبقى الموضوع كلير. يعني باخد بالي حتى مثلا الالفاظ، الحاجات دي شويه لا لازم اخد بالي منها. انا شخصيتي كده، انا شخصيتي متحفظه جدا يعني في الحته دي. فتلاقي دايما الناس مثلا حاطيني في حته ده بني ادم اللي انا بسمعه من الناس، يعني ملتزم محترم بتاع، حتى لو انا مش كده، يعني ممكن اكون مش كده، بس سمعتي الحمد لله كويسه. لا وانت كده فعلا. انا ما افتكرش ابدا ان انا شفت لك اي فيديو. انا دايما انت في دماغي شخص مبهج، ويعني حتى كمان انت مش طلع اي حاجه نيجاتيف خالص. ده مقصود يعني طبعا. ما هو اصل هقول لك حاجه، احنا كلنا بنبقى مش مستحملين. يعني احنا ليه على السوشيال ميديا النهارده، ليه الناس بتفتح مثلا تشوف الستوريز بتاعتي او انا نزلت فيديو او حد من الشباب اللي على السوشيال ميديا عشان يفرح، عشان يهزر ويضحك ويغير جو، وهو اصلا قاعد ماسك الموبايل بيحاول يخرج بره الدنيا، ياخد بريك شويه. لو هو في شغله بياخد بريك، لو هو في ايا كان بيعمل ايه، في دراسه، في جامعه، في مدرسه، عايز ياخد بريك، عايز يشوف حاجه غريبه. فما يفتح يلاقيك انت منزله حاجه تكئبه او حاجه نيجاتيف، او مش هيبقى مستحمل. طبعا ساعات بتبقى الموضوع صعب، تبقي مضطره توري الناس حاجه برضو من الواقع بتاعك، لان انت الناس بتفتكر ان انت عايش حياه ما فيهاش اي مشاكل، انت حياتك كلها سفر وانبساط وخروج وبتاع. ده مش حقيقي تماما. وهي الناس رغم ان احنا كل يوم بتقول ان الكلام ده مش حقيقي، بس هو برضو مش عارف يصدقك، لان هو شايف كل حاجه حلوه. بصراحه ما انا عشان كده كنت سالتك كده. فلازم انت هو بني ادم زيه زي اي حد. بس هو الفكره انت كبني ادم، انت لو بتتفرجي عليا النهارده، فانا انت بقيتي على السوشيال ميديا، فلو كل يوم بقول لك وريني يومك فيه ايه،
مش هتوريني مثلا وانت اما وقعتي اتعورتي، مش هتوريني لو في مشكله في بيتك، مش هتوريني لو في مشكله مع اهلك، مش هتوريكي لو في مشكله في شغلك. مش هطلع اعيط للناس. أيوة. بس هوريكي ان انا مسافر ومبسوط، هوريكي ان انا بطبخ اكله وحلوه، هوريكي قعده صحاب لمنها وبنضحك ونتبسط، مع ان احنا ممكن نكون قبل الفيديو ضاربين بعض بالشباشب يعني متخانقين. أيوة. والناس بس خلاص احنا اتصالحنا فيلا. فدايما مش هتشوفي السايد النيجاتيف ده على قد ما تقدري، وهو بيبقى مقصود ان احنا ما نبينوش اللي هو يعني. الا طبعا في ساعات ناس بتنهار، يعني اكيد شفت على فيديوز على انستجرام او على السوشيال ميديا الناس بتنهار تطلع بتعيط. الناس بتخض، يا نهار ابيض انت كنت امبارح لسه مسافر ومبسوط، انت ايه اللي يخليك وبيبقى تطلع؟ بالظبط لان هو ما بيبقاش ده بينفجر. ده بيبقى خلاص وصل مرحله انه انفجر مش قادر. والناس ضغط عليه انت حياتك حلوه انت مبسوط، فبيضطر ان هو بجد انا هو يا جماعه انا بعيط. انا بعيط وعيني ورمه وشغلي بايظ ومرفوض من شغلي وعادي واهلي وبابايا عنده ظروف ومامتي تعبانه. يطلع بقى بجد بالظبط عادي. انا يعني بحاول ما اعملش ده على قد ما اقدر، ان انا افضل متماسك. فممكن اروح اشتكي لاصحابي، اشتكي لاهلي، بس بحاول الناس اللي عشان ما بقاش سورس بس في نيجاتيف انرجي. فعشان كده احنا بنحاول نخبيها على قد ما نقدر. انت قلت ان انت كونت صداقات من السوشيال ميديا. مين اكتر ناس؟ انا عارفه مين بس انا عايزاك تقول اسامي. مين اكتر ناس فعلا صحابك، او يعني الناس اللي انت عرفتهم ومبسوط ان انت عرفتهم؟ انا بقول لك انا بسال السؤال ده ليه. في ناس عندها اعتقاد الناس على السوشيال ميديا يعني مش انتوا، مش انت يعني او اي حد، بس مثلا ايه ان هم مش جدعان وان مفيش حد بيساعد حد. انت قلت كلمه انه في ناس ساعدتك فعلا يعني. انا لو ما كانوش ساعدوني ما كنتش هبقى موجود يعني. ده كنتش هبقى موجود النهارده معاكي قاعد. دي حقيقه. ما كنت يعني انا ما عملتش الحاجه اللي تخليني اطلع فروم سكراتش لوحدي. انا خدت زقه كده صغننه من نفسي، بعد كده هم زقوني زقه كبيره جدا بصراحه. اوكي. مين صحابي؟ انا الناس كلها انا معروف ان انا حبيب الكل دي يعني. دايما بيقولوا كده اللي هو مالكش اعداء ومفيش حد بيكرهك، بس انا عندي صحاب كتير. أوكي. الناس كلها صحابي. بس لو قلتي مين الدايره الصغيره بتاعتي اللي هي ممكن مثلا اللي انا امبارح كنت لسه معاهم بالليل مثلا في البيت، فاهم قصدي؟ اوكي. يعني مثلا ممكن نقول عزيز العقاد، وليد السباعي، ايشا. في بقى ناس تانية كتير صحابنا. بس يعني بكلمك على بجد انا افتكرت اللي كانوا قاعدين معايا امبارح، اللي هو احنا واكلين شاربين قاعدين. امين ده اخويا ده يعني، بس هو ما كانش معايا امبارح. امبارح كان سايبني. ايوه بالظبط. ما كانش معايا امبارح. بس امين اكتر واحد طبعا يعني كنت قريب منه، بس هو برضو بحكم شغله وكده الدنيا بتاخده مني. طبعا. بس اللي قاعدين معانا على طول بقى هو الجروب ده. امين بقى بيروح ويجي. فبس امين ده في حته تانية لوحده خالص بصراحه. ما اقدرش انكر يعني، ده في حته لوحده خالص تماما. ده اخويا بجد يعني. امين بني ادم محترم قوي وياما واقف جنبي في حاجات كتيره، وما شاء الله هو كمان دلوقتي عنده شركه ومكسر الدنيا ربنا يكرمه يا رب. بجد هو شاطر قوي. لو انت بتشوفنا يا امين فربنا يكرمك، صدقني احنا مجتهد. أيوة. مجتهد والله العظيم بحبك. فربنا يكرمه. هل انت تقدر تقول على نفسك ان انت شخص جدع؟ يعني الناس بتقول ان انا شخص جدع وان انا ممكن ابقى صاحبي، لان انا يعني الناس بيقول انا اكيد انا شايف نفسي ان انا جدع. بس برضو الواحد ممكن يبقى انا بسمع من صحابي دايما ان انا ممكن يعتمد عليه، يعني بني ادم يعتمد عليه. دي حاجه كويسه. وانت كده على فكره يعني الحمد لله. يا رب يا رب ابقى كده فعلا. انا عارفه زويل يا جماعه وباكد لكم الكلام ده صدقوني. والله ده شرف ليا. احنا قعدنا بقالنا كتير برضه. ايوه سنين. الحمد لله. لا وهو على فكره احنا لدرجه ان انا كلمته يا جماعه امبارح، خليني اقول لكم كده بس ايه رايك ممكن عندك فاضي بكره وبتاع؟ تمام. فمفيش صحيت جيت والله. مفيش حاجه والله العظيم. مترتبه. مفيش حاجه يا جدعانه والله يا جماعه بعد كده يعني. ربنا يكرمك يا رب يا رب ونشوف البودكاست ده. ايوه لا الحلقه دي هتبقى قويه يا رب. ايوه ده عشان معاكي بس. هطمح في الاودينس بتاعك يعني نظام هتنزل اللينك عندك ولا لا؟ لا خلاص حصل، هنزلها كلها ان شاء الله. اتفقنا كده. طيب انت بقى لما جيت فتره خلاص مريت وكده، امتى بقى السنه اللي انت حسيت انه لا الموضوع بيكبر وما شاء الله بقى عندك بقى اللي هو عارف فان بيز، عندك ناس فعلا بتتابعك؟ وقت كورونا الموضوع اختلف تماما يعني. الناس كمان كلها كانت قاعده وفي ناس كتير جدا على السوشيال ميديا دلوقتي بقوا سوبر ستارز، كلهم طلعوا من كورونا يعني. اسماء كتيره جدا وجمال يعني. كلهم ظهروا ايام كورونا. دي حقيقة. فاحنا برضو زدنا طبعا معرفه شويه من كورونا. الناس كانت قاعده فاضيه وكنا نطلع لايف. كنت بطلع فيه لايف انا عملته انا وامين. اللايف ده كان ساعه، كان بيتكلم على ساعه بيتكلم عن معلومات كلها فتي طبيه، معلومات طبيه فتي بحت هزار. هو امين دكتور وانا لا افقه شيء، فكنا قاعدين بنهزر ان هو بقول له انت دكتور وبيديني فيتامين سي واخد ايه وبتاع، وعمال يقول لي حاجات غلط. فالموضوع جه من هنا. اللايف كان ساعه وان هو يجيب 400,000 فيو هو ساعه يعني
ده رقم. يعني الفيديو اللي بيبقى 20 ثانيه ممكن ما يجيبش الرقم ده. فان هو الناس كانت قاعده فاضيه، اللايف ده كان فيه جوه مثلا 7-8 آلاف بيتفرجوا لايف قاعدين قدامنا. انا شايفه الناس اللي بدأوا وقت الكورونا دول بالظبط. يعني مش يعني هو طبعا بعد توفيق من ربنا، بس هي كانت دي احسن فتره. كانت عامل ان الناس قاعده فاضيه ماسكه موبايلها، 100% من الناس قاعده في بيتها، مفيش شغل ولا اي حاجه ولا كله قاعد في البيت، فكله ماسك الموبايلات. بالزبط. احنا اصلا بنشتكي ان الناس طول النهار ماسكه الموبايلات في الخروجات، فانت بقى قاعد في البيت بحكم بقى القانون زي ما بيقولوا، بحكم البلد. وفاكر كان في ساعتها الحظر اللي هو انت ما ينفعش بعد، ما ينفعش تنزل حتى. يعني في فجاه احنا قفلنا 3 شهور، قفلت خالص، في وقت قفلت خالص. أيوة حتى دي كانت صعبه بجد. بالظبط. يعني فانت قاعده بجد في البيت، هو هعمل ايه؟ تطلبي اكل وتقعدي في البيت او تطبخي حتى اصحابك مش عارفه تشوفيهم. فابلكيشنز بقى كلها كلاب هاوس وكله بقى شغال مركز في الحاجات. كلاب هاوس ده كان يا نهار ابيض، ده قصه. وكان في واحد تاني اسمه حاجه روم، مش فاكر كان اسمه ايه بقى. هاوس بارتي. هاوس بارتي ده برضه هاوس بارتي وكلاب هاوس. هاوس بارتي وتخش عارف انت موضوع لما تخش على روم تلاقي ناس بتتخانق تلاقي ولا ناس تترع، بتتخانق فتقومي طالعه وتلاقي وش. لا كانت ايام يعني مختلفه. ابلكيشنز طلعت كتيره قوي، والناس كانت كلها غرضها ان هي تلم الناس، الصحاب اللي مش عارفين يتقابلوا. كانت فتره حلوه جدا، رغم ان هي كانت فتره وحشه جدا على العالم يعني وعلى البلد، وكان ليها مساوئ سيئه جدا. بس كانت فتره في السوشيال ميديا تفرغ، الناس ماسكه الموبايل بتعمل كونتنت، قاعده بيفكر، فالناس طلعت افكار. فانت كبرت ساعتها فرقت معايا بصراحه الحته دي، انا والناس كلها، مش انا بس، انا أيوة. كل الناس على السوشيال ميديا، الناس قصدي كمان اللي كملت او اللي هي قررت ان هي تزود في المحتوى، فاهم يعني. بالزبط. الحمد لله بالظبط. فلا كانت فتره كورونا طبعا فتره قويه جدا. طب امتى بقى ابتدى يجيلك حسيت ان الشغل بتاع السوشيال ميديا ممكن برضو يبقى في منه شغل؟ يعني امتى بقى ابتدوا الكلاينتس يشوفوا لا زويل فعلا حد مؤثر، احنا عايزين نبتدي نشتغل معاه، او الشركات يعني تبتدي بقى تكلمك مش عشان لا عشان بقى شغل بقى؟ امتى؟ والله بصي كان برضو قبل الكورونا كان بسيط قوي، كانت حاجات بسيطه، حاجات يعني صغننه شويه. أيوة. بعد الكورونا برضو الموضوع اختلف، احنا خرجنا من الكورونا الموضوع كان فارق. فجالي الحمد لله اشتغلت مع براندات، انا اشتغلت مع 90% من البراندز الكبيره يعني بالزبط. اللي في مصر وبره مصر كمان. وربنا كان يعني اراد الحمد لله ان انا ابقى موجود يعني في الماركت الحمد لله. واللي كان بيشتغل مره مثلا كان ممكن المره اللي بعديها هو خلاص هو عارف وجرب. فالناس كانت دايما في مصر معظم براندز اللي بيشتغل فيه بيبقى عنده تارجت، واحد عنده تارجت ان هو يعمل زي يعني دعايه شفويه كده، ان هو بيعمل اعلان وخلاص. وفي حد تاني بيعمل اعلان لغرض ان هو ROI، هو عايز يحصل على ريتيرن اون انفستمنت من الاعلان ده. عمل اعلان بجنيه فهو عايز يجي له 10 جنيه. فالنوعين دول اشتغلت معاهم. سواء اللي بيبقى عايز دايركت سيلز، اللي هو بيجي لك عشان خاطر انت عندك اودينس محتاجه توري الناس حاجه عشان برودكت عشان خاطر هم يشتروه. فدول الحمد لله اشتغلنا معاهم. وكنت لما براندات كتير جدا سواء اونلاين شوبينج او عادي، وكنت لما بعمل حاجه كده مثلا ممكن يجي يقول لي ممكن تشيلوا الستوريز خلاص او شيل الحاجه لان احنا البرودكت خلص او الحاجه دي مش موجوده. فوقف بقى لان الناس بتكلمنا واحنا ما عندناش الحاجه. بالظبط عشان مصداقيتك برضو دي حاجه. ودي بتحصل ساعات وساعات، يعني ساعات تحصل كده وساعات تاني ممكن تحصل ان البرودكت ده مش الناس مش عايزاه. لان انت برضو بيبقى شغلتك مش ان انت تقنعي الناس بحاجه وحشه، خدي بالك. انت شغلتك ان انت تعرضي تطلعي الحاجه على ستيج او على النور. يعني الكوبايه دي مثلا انا هحطها للناس اوريها لها واعرض عليهم المميزات بتاعتها. صح. بس لو هي وحشه وانا اقنعتك بيها ان هي حلوه ابقى انا واحد منافق ما عنديش ضمير خلاص. ومن هنا انا كزويل شايف ان الفلوس دي تحولت الى فلوس مشكوك في امرها. لان انت كده انت بتاخد مقابل ان انت تخلي الحاجه دي حلوه خلاص. فانا طول عمري في الحته دي انا باخد الحاجه لو مش كويسه او فيها مشكله هرجعها عادي. يعني ما بيفرقش معايا. يعني انت الاول او يعني خصوصا لو انت هتشتغل طبعا مع حد ممكن تكون انت ما اشتغلتش معاه قبل كده ولو برودكت ينفع تجربه انت بتجربه فعلا اول بتقول لهم استنوا مثلا. مش كله في حاجات بجربها وفي حاجات انت حاجات اوريدي واخده شهادات واخده موافقات من وزاره الصحه وحاجات كده. فمش مستنيه زويل اللي يقيمها. أيوة. بس في نفس الوقت لو انا مش مقتنع بيها مش هعرف اقنع الناس بيها. ايوه ده اللي انا يعني يعني مش لو انا مش مقتنع بيها مش هطلع اقنعك بيقول لك النضاره دي حلوه وانا مش عاجباني، لا مش هعمل كده. فالموضوع ده بيبقى فيه يعني زي ما قلت لك نوعين، حته الدايركت سيلز وحته الناس تانية ممكن عايز صورتك على مثلا بيلبورد او حاجه مش عشان تبيع، هو عايز صورتك كده خلاص تواجد. فده مش بيبقى مستني حاجه. فالحمد لله ده اشتغلت معاهم ودول اشتغلت معاهم وربنا كرمنا في حاجات. وفي حاجات تانية زي ما قلت لك ممكن تكون ربنا ما وفقكيش فيها، هم بيبقوا متفاهمين ده لان انت المنتج بتاعك مش مطلوب. انا عرضت عليكي حاجه، هل انا اجبرك انت تشتريها؟ لا بس لا. انا عورتها لك عرضت لك عليها كل مميزاتها بس مش عارف اجبرك تشتريها. هنا دي بترجع للكلاينت او للناس اللي بتتفرج. يعني انا وريتك ميزان مثلا بيعمل كذا كذا كذا، انت مش محتاج مش هتشتريه.
واحد عامل برودكت اختراع بيعمل حاجه فذه جدا بس الناس مش عايزاه، تحفه بس مش عايزين يشتريه، فممكن ما يعملش سيلز. فهنا دي مش غلطه الشخص اللي على السوشيال ميديا او المؤثر، لان هو بيعرض الحاجه. يعني انا ما حد بيجي يقول لي انا عايز نعمل مثلا اعلان على دي، بس قول لي هتبيع لي منها كام حته او هتبيع لي منها قد ايه، اقول له انا ما اعرفش، مستحيل اعرف. انا اولا ما بشوفش ردود افعال الناس اللي ورا الموبايل، هو عجبه ما عجبوش. لو انا قلت لك هبيع لك منها كام واحده يبقى انا بكذب عليك على طول. انا هعرضها على الناس، انا زي بالظبط زي البيلبورد، زي الاعلان، زي حاجه بتعرض، لكن انا مش مندوب ان انا انزل اقنع الناس بحاجه انا ببيعها. مع ان في بصراحه برضه يا زويل الحق يتقال، في كلاينتس او ان انا مثلا شركه لا ممكن يبقى عندي اقتناع ان انا مادام خلاص زويل يعني هيعمل لي كامبين او هيشتغل معايا في حاجه، لا المفروض يبيع لي. اكيد برضه انت شفت ده اللي المنتاليتي بيحصل، ما هو دي آه. ده الاغلبيه. بس بتحصل ساعات ان انت تعملي حاجه وما يحصلش أيوة الترافيك اللي هو كده. متخيله، وببقى قايل له قبليها ده اوبشن وده اوبشن. ممكن تبيع كله في 24 اور ما تعرفش تلاحق على حاجه، وممكن تلاقي الدنيا هاديه جدا. وانت بقول طبعا اصلا لو واحد جه قال لي انا هاجي اعلم معاك عشان خاطر انت تبيع لي كذا، اقول له لا انا مش ضامنها، دي حاجه بتاعت ربنا. انا لو فاتح انا فتحت مطعم قبل كده وقفلته عشان خاطر الاسعار غليت والبرايسنج كان فيه مشكله، وما كنتش عارف ان انا اكوب مع الاحداث، فكنت بقى يعني. وعلى فكره مش انا بس، ناس كتير جدا من على السوشيال ميديا فتحوا حاجات وربنا ما كرمهمش فيها، وفي ناس تانية ربنا كرمهم، فدي كلها مالهاش علاقه، يعني مفيش حد ضامن حاجه. صح. هي في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا وبتاعت التوفيق. الناس عجبتها اشتريتها، اكلك حلو اكلنا، اكلك وحش ما اكلناش. ايه الحاجه يعني لو انا عايزه، يعني لو انا مثلا عايزه اقول لك حاجه، ودي حاجه حتى انت ممكن توصل الكاميرا وتقولها للناس، ايه الحاجه اللي مش صح اللي الناس فاهماها عن صناعه المحتوى من وجهه نظرك؟ ان هو سهل، دي اكتر حاجه. يعني هبص الكاميرا اقول لهم بس ان هو سهل، بعد كده هكمل معاك. لا بالعكس. بصي، هي صناعه محتوى عامه، انا لحد دلوقتي في ناس كتير جدا بتفرج عليهم صناع محتوى بجد كبار جدا، شاطرين، اسامي كبيره، انت يعني اتكلمنا فيها قبل الحلقه. شاطرين جدا وهم بجد بيتعبوا، والتعب مش طبيعي عشان يطلعوا فيديو مدته دقيقه. صح. والله العظيم ممكن يقعدوا 3 و4 ايام، وبيصرف فلوس كتيره جدا، وبيجيب كروما وبيجيب تصوير وبيجيب معدات وبيجيب حاجات عشان يعمل كونتنت محترم. اوكي. في ناس تانية بتعمل ايزي كونتنت شويه، اللي هو يعرف يمسك الموبايل كده يطلع كونتنت لذيذ ويضحك ويهزر، ودي بتبقى موهبه. في ناس يعني بتتعب وتعمل مجهود عشان تعرف برضو توصل للنتيجه دي. فهو الموضوع ناحيتين، يعني دايما بيقولك الموهوب المجتهد بيعدي موهوب، يعني كده المجتهد هيعدي موهوب لو موهوب ده كسلان. يعني انا عندي موهبه بضحك جدا، بس انا ما بعملش فيديوز ومريح ومنتخ. انتي مش بتضحكي بس بتجري وبتسعي وبتعملي وبتدوري على كونتنت، بتدوري على افكار، وبتعملي تجيبي كاميرا حلوه عشان تصوري، وبتنزلي تروحي اماكن حلوه تصوريها، هتسبقيني بكتير. فهو دايما كده حته الموهوب ده بيبقى مطمن ان هو موهوب. يا عم ده انا مسكت الموبايل عملت فيديو هضحك الناس، خلاص بقى حلو بقى. اعمل بقى كده. ما بيعملش كده، فهيسبقوا كل الناس المجتهده. وعندنا امثله من دي بالهبل في السوشيال ميديا. صح. ناس مجتهدين مش ممكن يكون مش موهوبين قوي، بس معدين ناس كتير موهوبه، عشان زي ما انت قلت عشان اجتهد. ودي حاجه يعني الناس بتبصم عليها بالعشر. الاجتهاد بيعدي موهبه. لو موهبه ده وقف شويه، لا المجتهد هيعديه بكتير. فعندنا ناس كتير. صناعه المحتوى صعبه جدا، وانا بعتبر كمان ان انا يعني عشان ما اقولش على نفسي صانع محتوى، لا انا بني ادم عادي بعمل حاجات بسيطه. في ناس اقوى مني بكتير جدا في صناعه المحتوى، مكسرين الدنيا وبيتعبوا بجد في الحاجه اللي بيعملوها، وبتفرج عليهم بتخض. انتوا ازاي يا جماعه بتعملوا كده؟ انتوا بقالكم كام شهر بتصوروا عشان تطلعوا ماتيريال عامله كده؟ اوكي. فدي الحقيقه، بس هي مش سهله ومكلفه، وموضوع بياخد وقت جدا. شكرا والله انت قلت موضوع مكلف. مكلفه جدا جدا، يعني مكلفه جدا، مش موضوع مش سهل خالص. ابسط حاجه خليني انزلك بالسكيل لحد أيوة. ابسط حاجه. ابسط حاجه، لو واحد صور فيديو بالموبايل وبيعمل له اديت، اقل اديت لفيديو ممكن ياخد 5-6 ساعات. صح. 5-6 ساعات قاعد سواء على اللابتوب او على الموبايل تعمل اديت عشان في الاخر يطلع فيديو مدته دقيقه. وحياه ربنا انا ياما كان فيديوز بتبقى مثلا مدتها 48 دقيقه او نص ساعه 30 دقيقه، والكلاينت عايز هي دقيقه واحده تلم فيها الكونت. انت قعدنا يوم فيها 48 يوم كامل بنصور، في المكان ومسكنا وعملنا ورحنا كل حاجه. هو في الاخر كده هو مش عايز قصه الناس هتزهق، هو عايز فيديو مدته دقيقه، ماكسيمم دقيقه ونص لو الدنيا اتقلبت. صح. اكتر من دقيقه ونص مش ابروف. تقعدي بقى 30 دقيقه دول
اللي هو مصورك 30 دقيقه، مديكي ماتيريال 30 دقيقه، هو عايز دقيقه ونص يكونوا فيهم الخلاصه. طبعا. عارفه بقى عشان تقعدي تشيلي الفيديو بيتغير، ملامح الفيديو واليوم بيتغيروا، بس لازم تقعدي بقى والكاتس تبقى مظبوطه عشان اللي بيتفرج ما يزهقش، والترانزيشنز تبقى عامله مش عارف ازاي. حتى الايديت بالموبايل بياخد ساعات وبياخد ايام بعد ما تكوني مصوره في ايام تانية. بالظبط. فهنا التكلفه برضو عشان برضو الناس تبقى فاهمه، انت هنا ما تقصدش برضو تكلفه كفلوس، انت برضو هنا بتتكلم كوقت صح، وقت آه. ومجهود. يعني بالزبط. الفلوس دي كده كده تكلفه الكوست الموجود ده موجود من اول ما اشتريتي موبايل كاميرته حلوه، من اول ما اشتريتي كاميرا، من اول ما اشتريتي ترايبود، من اول ما اشتريتي مايك، من اول ما اشتريتي اي حاجه. الحاجات دي بقت غاليه جدا. اللايتنج، السيت اب اللي احنا قاعدين فيه ده انت اكيد عارفه اعمل ايه، الله يكون في عونك يعني. ربنا يخليك والله. فكل الحاجات دي دلوقتي اسعارها صعبه جدا، وفي نفس الوقت لو انت عايز تعمل كونتنت هتعرف تجيبها يعني. وبرده خدي بالك حاجه تانية، هي مش هي اللي هتخليكي تعملي كونتنت. يعني ياما ناس جابت استوديوهات وعملت وعزلوا وفاضي حاطين فيه كراتين، وياما ناس تانية بتجيب الحاجات دي عشان تعرف تشغلها. انا نفسي مثلا انا ما عمري ما جبت العده الادفانسد قوي دي، لان انا الكونتنت بتاعي مش محتاج لو بحتاج اعمل حاجه ادفانسد بروح المكان او استوديو او اجيب حد بكاميرا محترمه ويصورني. لان انا معظم الحاجات عندي بتبقى اخف شويه من الكونتنت بتاعي، مش تقيل قوي. لكن الموضوع مرعب، مش سهل عادي، كوست وايز ووقت وايديت وحاجات دي جامد قوي. فكل بقى ما تطلعي بتلاقي كونتنت عاجبك قوي، كل ما تعرفي ان صاحبه تعب فيه مات يعني. صح. فهل يعني لو مثلا حد ممكن يكون بيجي في دماغه السؤال ده، فهل صناعة المحتوى تنفع تبقى شغل؟ صناعه المحتوى تنفع تبقى شغل. بالنسبه لي انا كزويل، هنتكلم وجهه نظري انا الشخصيه. من وجهه نظرك انت؟ لا، انا كزويل. انت كزويل. وليه بقارن، ليه بقول لا؟ ليه؟ لان بتكلم على الكيس بتاعتي انا. صح. انا عايزه وجهه نظر. صناعه المحتوى بتاعتي ما تسمحليش ان انا ابقى ما عنديش شغل للمين كارير بتاعي. في ناس تانية ممكن تكون صناعه المحتوى بتاعته ده هو كل حاجه في حياته، وهي بتدخل له دخل يكفيه ان هو يقعد، وبتخليه ان هو ما يبقاش عنده شغل او ان هو يركز قوي في الحته دي. لان في ناس برضو صناع محتوى بجد هو ما عندوش وقت يهرش، مش بهزر، ما عندوش وقت يروح شغل. صح. يعني ما ينفعش يبقى عنده وظيفه from 9 to 5، مستحيل، هيفشل. لان هو طول النهار بيصور، طول النهار بيعمل حاجات، طول النهار بينزل، طول النهار عنده كذا عنده كذا، وده ما شاء الله بيبقى ناجح جدا وشاطر جدا، فقادر ان هو يبقى دي تفرغ ليها تام. انا مش ينفعش اتفرغ ليها، لان انا اولا الشغل بتاعي ده سوري، اولا لان انا الشغل بتاعي ده انا شغال كوربريت بقالي 10 سنين. حلو. فشغلتي انا بحبها قوي يعني، وصعبه مش سهله، في نفس الوقت لذيذه. وكبرت فيها الحمد لله، فبقالي 10 سنين فيها. فان انا النهارده اسيبها اقعد، لا، انا بالنسبه لي انا كزويل، بالنسبه لي هنا دي داون جريد. يعني انا لو قاعد مع حد مثلا مش ما يعرفني، ان مصر كلها مثلا ما تعرفنيش، ما بقولش لحد انا بعمل كذا، لا، انا هقدم نفسي بشغلتي. انا انا ريليشن شيب مانجر او بزنس ديفلوبمنت، هقدم نفسي بشغلتي اللي انا بشتغلها، مش هقدم نفسي ان انا حد مشهور على السوشيال ميديا خالص. في ناس وحجمها يسمح لها ان هي تعمل كده، شهرته او مكانته تسمح له ان هو يقدم نفسه بالشكل ده. انا عارف ان انا رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، ان انا في مكان ما يسمحليش ان انا اقدم نفسي بالشكل ده، فهيبقى منظري عبيط جدا، الناس تضحك عليا. ايوه. بس في نفس الوقت انا قوي جدا جدا في شغلي، فاقدم نفسي بالحاجه اللي انا قوي فيها، والحاجه اللي انا عارف ان انا دي الفاليو بتاعتي. برضو انا عشان ما بقاش بقول كلام يزعل حد، بتكلم على الكيس بتاعتي انا محمد. لا وانت ده وضحته يعني. بالظبط. فبالنسبه لي انا لا، صناعه المحتوى مش كفايه ان انا ابقى فيها، انا شغلي مهم قوي. جدا يعني. طب انت بقى قلت حاجه مهمه، انت بتروح الشغل بتاعك، واكيد برضو يعني الشركات، وانا كمان يعني شغاله في شركه عامه، ساعات ما بتبقاش من 9 to 5، ساعات بقى بيحصل حاجه، ساعات بتبقى من 9 to انت فاهم 9 طبعا to 9 to 11. ساعات بقى عارف بقى كمان لو المكان اللي انت شغال فيه مهتم انت بحاجه او مسؤول عن بروجكت معين، مش هحكي لك طبعا، اكيد انت مريت بالمواضيع دي. فازاي هنا اكيد في ناس من اللي بتتفرج دلوقتي، طب هو ازاي عنده الوقت؟ يعني بتعمل ايه عشان تقدر تكون، لان انت موجود فعلا برضو يعني على السوشيال ميديا. ممكن مش كل يوم بشوفك بصراحه. انا مش بحسك ان انت انا لازم ابوست فيديو كل يوم، بس موجود يعني. انا متواجد بصراحه. بصي، انا طبيعه شغلي كمان يمكن دي شويه يعني ربنا كرمني فيها، انا طبيعه شغلي مش لازم اكون دايما متواجد 24 ساعه في الاوفيس. انا طبيعه شغلي كمان عشان احنا عندنا تارجت، فانت لو انت قاعد في المكتب فانت انت بتعمل ايه؟ انت بره، انت تنزل ميتينجز، نروح ميتينجز، نتكلم كلاينتس، ونعمل كذا. فطول ما انا شغلي اغلبيته بره الاوفيس، طول ما انا مش مضطر ان انا اسهر في الاوفيس قوي. لو عندي شغل بتاخر، يعني عندي شغل في المكتب هقعد 8 9 10 ان شاء الله نبات.
هنخلص شغلنا. بس طبيعه شغلي مش ان انا يعني انتاجيه زويل مش وهو قاعد على المكتب، مش هو قاعد على اللابتوب، وهو بره بيعمل ميتينجز بره بعمل ميتينجز وارجع بقى اكمل بقى فول اب الحاجات دي. اوكي. دي حاجه. تاني حاجه الويك اند عندي بيبقى صعب جدا، يعني ممكن اقعد اجل حاجات لحد الويك اند. ممكن الخميس بعد الشغل لحد السبت ممكن ما اعرفش اشوف امي وابويا، يعني بجد ممكن ما اعرفش اتغدى معاهم وهم مقدرين ده في نفس البيت. ممكن ده ممكن يعني هم مقدرين ده بسبب ان انا ما انا طول الاسبوع بشتغل، فالويك اند ده اللي عندي اللي انا هضغط فيه كل حاجه. حتى لو في شغل هعمله في يوم ويك داي فبعد الشغل، فاخلص شغل هرجع بسرعه على البدله واغير وانزل اروح ايفنت مش عارف فين. طب في تصوير، طب معلش يا جماعه اكلم كلاينت ممكن بس نخليه بعد 7. ما هو بعد 7 ليه ممكن اخلص شغلي 5 بس على ما ارجع بقى من 6 اكتوبر للتجمع. انا شغلي في 6 اكتوبر وانا ساكن في التجمع، واغير واروح وانزل فخلوها 7. فبتمشي كده يعني بتمشي كده ايه، ربنا بيسهلها يعني. معظم حاجات بتبقى بالليل. لو في تصوير الصبح بقى دي لا بعتذر عنه طبعا، ما بعرفش يعني. لو حاجه هتقف ان انا يعني دي شغلي، لا شغلي كده كده رقم واحد. مش عشان كده بقول لك هي بريورتيز، يعني انا حاطط شغلي هو الاولويه. في ناس تانية بتكون حاطه السوشيال ميديا اولويه، فلو حاطط السوشيال ميديا اولويه خلاص اختارها تمام. بالعكس انت برافو عليك، يعني كل واحد فينا انا بحب ده وانت تحب ده. حاجه ما تنقص من حد فينا في حاجه، بس انا اولويتي في شغلي. عشان كده بقول لك بعد بقى الشغل حياتنا كلها بعد الشغل وويك اندز بنجري بقى بجري ورا نفسي كده طول النهار. طول النهار ما اتكلم يا ابني يا حبيبي، طب انت هتعمل ايه، اكلت، طب شربت، والله يا ماما اصل انا في كذا اصل انا في كذا طول اليوم. ماما طول اليوم يعني بتدعي لي ربنا معاك. ربنا يا رب يخليها لك. على فكره دعوه الام دي من اهم الحاجات احنا عايشين بيها، صح. دي اللي ستراني في الدنيا والله الحمد لله، ربنا يخليها لي يا رب. طب بقى وقتك عامه مع اصحابك وكده، او عارف اللي هي مش الفاميلي كوميتمنتس، يعني ممكن تكون عيلتك متفاهمه بس مثلا صحابك الكلوس اللي هم من بره السوشيال ميديا، بتحاول برضو، ما انت برضو انت انسان صح؟ مش انت اكيد عايز برضو تشوف صحابك. صحابي دول بقى اكتر ناس انا مقصر معاهم والله العظيم. يعني بجد اكتر ناس مقصر معاهم اللي هي شلتي بقى، اللي هم اصحابي، ايوه اللي هم من غير من بره، اللي هم بعيد عن السوشيال ميديا خالص. دول اجدع وارجل واحسن ناس انا عرفتهم في حياتي، وهم يعني مش عارف ممكن اغلبيتهم يتفرجوا على الحلقه دي. دول بقى اللي هم بيبقوا عايزينك دايما فرحانين ليكي من غير حاجه، فخورين بيكي جدا والله العظيم. دول احلى اصحاب والله، فرحانين بيكي جدا، فخورين بيكي جدا. يجي حد يقول له على فكره زويل ده صاحبي، هو مش عايز منك حاجه، هو فرحان اصلا ان انت ناجحه وانت كده حتى مش معاه، ومبسوطه بالله ومبسوط. وهم نفس الوقت يعني كل مثلا ممكن نتقابل مثلا مره في الشهر للاسف لو عرفنا برضو. كل واحد معظمهم اتجوزوا، معظمهم خلفوا، معظمهم عندهم شغل، فبقت مواعيدنا مش مظبطه قوي. بس على طول يعني ميزه ايه بقى، اكلمه ارفع التليفون حد منهم اكني كنت معاه امبارح، اللي هو على طول انت في ثانيه انت معاه وعامل ايه واخبارك. مفيش بقى العتاب بينا، الحب اللي بينا مخلي ايه العتاب اخف شويه، مش بيعاتبني عتاب اللي هو علاقات مش مرهقه خالص. مفيش بقى انت ما بتسالش عليا، انت بتعملش، لا ارفع التليفون لو ما كنتوش بقالي شهرين، انت فين يا ابني عايز اشوفك على طول. طب انا في كذا تعالى. بس دول بصراحه دول يعني دول اهلي مش اصحابي، ما اقدرش اقول دول اهلي بجد ناس جميله. دلوقتي بقى انت ما شاء الله، انت دلوقتي ايه، انت اكتر حاجه يتهيألي بنظر عليها هي الانستجرام صح؟ انستجرام والتيك توك بسيط شويه بس. انستجرام وفيسبوك دول اكتر حاجات بينزل عليهم، دول اكتر حاجه. انت ما شاء الله انت الانستجرام 1,100,000 دلوقتي صح؟ 1,100,000. والفيسبوك كام؟ فيسبوك صغنن يعني 100 وحاجه الف، مش مركز فيه قوي لان نفس الكونتنت اللي بينزل على انستجرام هو اللي بينزل على فيسبوك. فيسبوك ليه كونتنت منفصل بس انا مش بعمله. الفيديوز بقى كبيره وكده، ليه ناس برضو شاطره قوي بيعملوا الحاجات دي. بس هو اصعب كتير، وزي كونتنت اليوتيوب اصعب بمراحل. الحاجات دي صعبه جدا، دي حقيقه فعلا. يعني مش بقول ان انا ما بعملهاش عشان انا مش عايز، لا انا مش عارف يعني تفرق، صعب جدا يعني. محتاج كونتنت معين، محتاج تفرغ ختام، محتاج قصص كتيره قوي عشان خاطر الفيديوز هناك مختلفه. احنا عندنا انستجرام الموضوع بسيط شويه، الموضوع برضو ملموم شويه، فلا صعب. كونتنت في حته تانية صعب قوي. ايوه. طب انت بقى دلوقتي لما بيجي لك عادي ممكن يجي لك كلاينتس، ولو انا مثلا حد جه قال لك على منتج او حاجه، بس عارف لما تبقى الحاجات مش منتج، مش شرط يبقى وحش او سيرفيس وحش، بس مش بتعبر عن زويل، او لو زويل قالها الناس هتستغرب. يعني خليني اقول لك مثل حصل لسه من قريب. انا مثلا عمري ما كنت بهتم ببشرتي، عمري ما كنت بهتم عامه بسكين كير والحاجات دي. الولاد يعني عامه بالنسبه لنا بنغسل وشنا بصابونه وبننزل زي ما انت شايفه كده، الدنيا بايظه خالص. ف ريسنتلي كان حصل لي كده وشي مره واحده جاله جفاف كده. فسالت الدكتور قلت له اعمل ايه وشي كذا كذا، قال لي احط كذا احط كذا احط كذا. فابتديت اركز في ان انا مثلا لازم الصبح احط مش عارف ايه واغسل وشي بايه وسكين والحاجات بتاعت البنات اللي هي عايشين فيها. ف
في مره كنت بصور عادي وبقول للناس ايه ده انا بقيت بحط كذا وكذا، فاصحابي قعدوا يتريقوا عليا قالوا لي يا ابني بتعمل ايه؟ قلت لهم بجد يا جماعه انا بحطه طبيا مش بهزر يعني. انا بحطه عشان اه الدكتور قال لي. فجالي شركه بتاعت كوزماتكس، عايزين كوزماتكس. كوزماتكس عايزين نعمل حاجه ليها علاقه بالسكين كير اوكي. فللرجاله، لان فور هو ميلز يعني. بالظبط، فهمت لان هو قصدك ايه. لان هو حاجه مش يعني، قالوا لي عايزين نعمل كامبين لسكين كير للرجاله، لان دي حاجه حلو. الرجاله عامه مش موجود القصه دي مش موجوده عند الرجاله، يعني موضوع السكين كير بصراحه ده او لو خالص حتى لو موجوده بيني وبينك الناس مش يعني انتوا مش عارفينها، ما حدش مش عارف. بيطلع بيتكلم عليها. بالظبط. وبعدين اصلا مين صناع المحتوى اللي بيتكلموا عن الموضوع ده؟ الولاد ما يعني. فيش يعني فاهم؟ انا مش فيش حد حاضر في بالي. فقلت لهم والله حاجه ممكن تبقى جديده على الناس شويه ان الولاد تطلع، ان انا اطلع اتكلم عن حاجه سكين كير، بس انا ما عنديش مانع خالص. قلت لهم انا تمام جدا. قالوا لي قلت لهم تمام جدا، بالعكس اطلع واقول للناس ايه المفيد لبشرتي، بس انتوا علموني الحاجات اللي انا ما اعرفش اعلمها هاني، وانا هطلع اقول يعني. قالوا لي ده البرودكت ده بيعمل ايه، مش عارف الفيتامين سي بيعمل ايه، الهيرونيك اسيد مش عارف بيعمل ايه. انا ابتديت اسمع بقى حاجات شطور قوي. ها؟ بسمع بقى لا لسه ده مش انت كده عارف. هتنافس. وسان سكرين وانا نازل انا السان ايوه. سكرين ده بالنسبه لي بحطه في الساحل بعمل تان اصلا، فالتان ده عرفت ان هو مصيبه مثلا. دي حقيقه فعلا. التان ده كارثه. انا كنت وخصوصا بقى الحاجه اسمها الارتفيشال تان، عارف ان انت تروح اماكن عشان الاماكن دي كارثه. ما اعرفش بقى. انا قعدت مع دكاتره قالوا لي دي مصيبه دي، يعني صح. ان انت تعمل تان ده في الساحه. كنت بفرح واعمل تان واطلع، لا اما عرفت الاخطار بقيت لا انا خايف، ربنا يستر، احنا مش عايزين يحصل لنا مصايب. اكيد طبعا. فعرفت بقى ان انت اصلا ده في ناس وهي نازله في الصيف بتحط اصلا سان سكرين وهو نازل الصبح عادي رايح شغله. يا جماعه الموضوع ده انتوا محافظين على بشرتكم قوي كده ليه؟ فقلت لهم لا ما عنديش مانع خالص، يلا بينا قولوا لي احنا بنعمل ايه وفهموني البرودكتس واطلع اعمل الكامبين عادي جدا. انا اصلا هستخدم الحاجات دي بجد، بالذات ان انا هستخدمها فعلا. يعني هصور الناس وانا بحطها على وشي بجد. مش هبقى يعني مش حاجه مش هتبقى الناس ايه ده. قلت لها مش هتكسف عادي، انا بجد عايز اعمل كده. انا فقلت لهم انا معاكم. فدي كانت اخر حاجه انت قلتي لي ان هي حاجه غريبه عليا او جديده. وانا قررت ادوس فيها يعني مفيش مشكله. طب ولو حاجه جات لك وانت بقى قررت انه لا انا مش عايز اعملها، عادي بتعتذر صح؟ بعتذر جدا. وحاجه قبل كده جات لي وانا اول ما فتحت الحاجه ببص عليها قلت لهم الموضوع مختلف عن الصور بصراحه. قالوا لي بس هو عشان برضو ما هو سعره رخيص ومش عارف. قلت لهم لا طب انا اسف والله مش عارف. هو برجع الحاجه عادي جدا وبعتذر حتى لو يعني في مقابل مادي برجعه برضه مش عايز يعني تمام يعني تمام. تصالح انت مهما كنت مزنوق مش عايز والله. اصل خد بالك من حاجه برضه، هي حتتين، حته ان انت ضمير، والحته الثانيه برضه لو انت بقى ما عندكش ضمير. فرضنا انت واحد ما عندكش ضمير، الناس مش هترحمك. ما هو اللي هيجيب حاجه من وراك او هيستخدم حاجه تطلع وحشه هينفخوك. فانت يعني هتبقى عملت ايه؟ هتلاقي نفسك بتشتم والناس بتثقش فيك. فلا شكرا، خلينا ماشيين كده كويس، الموضوع بالانسد حلو، خلينا كده. فلا بنرجع الحاجه عادي ولو كنت نزلت حتى ستوريز عنها وفيها مشكله بشيلها تاني، ما عنديش مشكله خالص. حتى وهنهي الديل يعني مش مشكله خالص. يعني الحته دي مش بتفرق معايا تمام. اهم حاجه ان انا ما اعملش مشاكل لحد، دي شخصيتي قوي. لا وبعدين انت كمان عندك تصالح نفسي يعني حتى جدا. وبعدين تصالح مع نفسي جدا. يعني بتحس ان انت او انا يعني لما احنا كنا بنتعامل مع بعض فتره اللي هو ما عندكش مشكله كمان تسمع. في ناس ساعات مثلا مطلوب منها حاجه فيديو مش عارف، انت كانش ساعتها عندك مشكله مثلا سواء في الاديت او بتاع، لا في طاقه ويلا ومش عارف ايه يعني انلس ان انا وافقت على حاجه فهعملها بالشكل اللي يرضيكي ايا كان بقى ايه انت عايزاه. مش هعملها مش هبقى متأفف وانا بعملها، لا ايوه يعني هعملها لك زي ما انت عايزاه. فراحه الدنيا مش عايزه هداوه وراحه والناس تبقى مبسوطه ويحبوكي ويرشحوكي الناس وتروح وتيجي وتبقى سمعتك حلوه. الموضوع ايوه صح يعني فعلا كده الهدوء حلو برضه. فاهم قصدي؟ فبيبقى مريح للناس كلها. طب مين الاشخاص اللي انت ممتن ليهم في حياتك غير اهلك طبعا يعني مامتك وباباك؟ يعني مين تاني اللي انت تحس ان انت يعني ده كان اشخاص فعلا دعمتك في حياتك بشكل انت مثلا فاكره يعني او كده؟ مين اشخاص دعمتني في حياتي ريسنتلي ولا زمان؟ زي ما انت عايز يعني طبعا اول حاجه انت قلتي هنخرج اهلي عشان اكيد انت قلت خلاص ان انت ممتن ليهم. اول ناس صحابي اللي انت قلتي عليهم ان هم صحابي الاصليين بتوعي يعني الموجودين دلوقتي دول. سوري انا اسف، صحابي اللي هم بتوع زمان، اللي هم مش من السوشيال ميديا. لا صحابي بتوع زمان. وصحابي بتوع السوشيال ميديا طبعا برضو كل واحد. بصي هقول لك حاجه، انا الحته دي عندي ايمان شويه. انت اول ما قلتي لي السؤال ده جه في بالي ان كل واحد كان ليه دور معين يعني. صح. كل واحد ساعد بحته. ده ساعدني في حته في الشغل يعني مثلا في حد في الشغل مثلا ممتن لي جدا، في حد في السوشيال ميديا ممتن لي جدا، في حد في حياتي ممتن لي جدا، في حد في علاقاتي ممتن لي جدا. فكل واحد كان حط اضافه لذيذه جدا
عملت الكوكتيل اللي هو ممكن يطلع في الاخر شكله مناسب. فعشان كده بقول لك هي ناس كتير، فخايف اقول حد ابقى ظالم حد معين. في حاجه حصلت وانت يعني during بقى رحلتك بتاعت صناعه المحتوى واثرت فيك قوي، حسيت ان انت بعدها ما بقيتش نفس الشخص؟ اثرت فيا مثلا سلبا ولا ايجابا ولا عادي الاثنين يعني. عارف انت لما في موقف بتحصل ساعات بتفوق الانسان؟ بصي يعني انا بحكم زي ما قلت لك في الاول ان انا ببقى بروح حتت كتير ليها علاقه بالتشاريتي وكده، رحت مع مؤسسات كتير قوي بيعملوا خير يعني وهم موجودين على السوشيال ميديا. كنت في رمضان، ورمضان برضو اللي احنا فيه ان شاء الله، اللي احنا الحلقه دي هتذاع فيه ان شاء الله، هننزل برضو حاجات وهتشوفوها على السوشيال ميديا. بننزل حتت دي لا انا ولا انتي ولا اي حد ممكن يتخيل الحتت دي فيها ناس عايشه. فالحته دي كل ما بروحها، وعلى فكره مش بعيد عننا خالص يعني، ممكن تبقى مثلا نص ساعه من هنا، ربع ساعه من عند الدائري. تنزلي حتت والله العظيم 3 لا تتخيلي ان في بشر عايشين هناك بياكلوا ويشربوا وبيناموا. كل ما بروح حاجه زي دي كل مره ما برجعش زي ما رحت يعني، كل مره بروح برجع لو عندي حاجه صغننه قوي بشكر ربنا عليها وبحمد ربنا ان دي نعمه يعني. اللي هو الناس نفسها في ميه نظيفه يعني، في حتت معينه، في حتت فيها ناس صعبه قوي نفسهم في ميه نظيفه بس مش عايزين حاجه تاني. فالحاجات دي بتخليكي تحسي بالنعم اللي في ايدك قوي. وانا من الناس اللي بحب كل فتره ان انا اعرف قيمه الحاجه اللي عندي، لان احنا غصب عننا بني ادم كل شويه بيجي ايه ده، بص ده بتضعفي، بني ادم ضعيف، فكل شويه بيجي فتره كده لازم تفوقي نفسك وتفكري نفسك ان انت احسن من 90 مليون واحد ممكن يكونوا موجودين في مصر. ربنا مفضلك عنهم في حاجه، في صحتك، في رزقك، في اهلك، في شغلك، في حاجات كتير قوي. بس احنا بناخد الحاجات دي فور جرانتد، ان الطبيعي ان انت شغلك كويس، اهلك كويسين، صحتك كويسه، عارف تبقى معاك فلوس تكفيك، فشايف ان ده طبيعي. فانا نفسي اعمل ونفسي لا، انت لازم تعرف ان دي اصلا نعمه. انا حصل لي مشكله كده فتره، كنت ما بعرفش ابلع، كانت مشكله في اتجاه في المريء، وكنت وصلت ان انا مش عارف ابلع ريقي، انا ببلع ريقي بتوجع. كنت بعمل انا كان نفسي بس في حاجه واحده، السنه دي قعدت نفسي حاجه واحده، ابقى مش موجوع، عارف ابلع ريقي مش موجوع. حاجه بسيطه جدا عبيطه خلتني احس قد ايه بنعمه ان انا العادي ده نعمه مش عاديه. انت قاعد كده عادي تمام، قاعد كده زهقان، قوم يا ابني اشكر ربنا، انت مش مصدق العادي ده نعمه. في ناس كتيره قوي نفسها تبقى عادي. صح، عندك حق. فدي الحاجات اللي انا كل ما بتعرض لها بتحسسني بترجع مستحيل ارجع زي يعني كل شويه لازم تفضل موجوده، لان انت الانسان كل شويه بيبعد، كل ما تبعد تقرب. كل ما تبعد تقرب. شوف ناس تانية، شوف ناس تعبانه، اقف جنبهم، ساعدهم، اعمل حاجات كويسه عشان خاطر هي دي الحاجات اللي تحسسك بقيمتك. دايما انا بحس ان انا ماليش اي قيمه في الدنيا في اي حاجه غير لما اعمل حاجه لحد تبسطه، تبقى فعلا او تساعده او تغير حياته. دي الحاجات اللي بحس انها بتدي قيمه للبني ادم يعني، او بتديني انا قيمه بصراحه يعني. بحس ان الحاجه دي بتزود مني قوي قدام نفسي على الاقل يعني، ان انا بعمل حاجه خير او ساعدت حد في حاجه غيرت له حياته فعلا، ببقى مبسوط جدا، ببقى اسعد واحد في الدنيا اقسم بالله. فدي الحاجه اللي بقول لك عمري ما رجعت منها زي ما رحتها، ما رجعتش مهمه. عندنا بقى اخر حاجه هنعملها، هديك ايه بقى، هديك ورقه، او مش انا اللي هديك، انت اللي هتاخدها يعني، مكتوب وراها كلمه، فانت قول لي الكلمه دي بتعني لزميلك اسحب ولا واحده؟ واحده. طيب ماشي. العشره. العشره يعني ايه؟ يعني ايه ليك بالنسبه لك يعني؟ العشره اهم حاجه يعني. العشره بالنسبه لي ممكن تخليني اعدي حاجات كتيره قوي ومشاكل كتيره قوي وحاجات ممكن ما اعديهاش عشان خاطر الشخص ده في بيني وبينه عشره. فممكن مثلا خلاف يعدي عشان خاطر العشره، ممكن مشاكل تعدي عشان خاطر العشره. ممكن لو انا دي دماغي مش عارف، يمكن لما اتجوز تتغير ولا لا، بس انا لو متجوز مثلا وفي خلافات بتحصل، فممكن حاجات كتير قوي تعدي عشان العشره. زي ما اهالينا كمان كان بيحصل اي مشاكل بينهم وكانوا بيكملوا عشان العشره، عشان خاطر الحب والبيت والحاجات دي كلها. فالعشره اهم حاجه، لان يقول لك دايما تعرف فلان، يقول لك عاشرته، لا ما انت ما تعرفوش. يعني ممكن انا ابقى عارفه كويس جدا، بس طول ما انا ما عاشرتكيش فانا مش عارف انت حقيقيه ايه. ممكن تبقي شخص غير، ممكن تبقي شخص صعب جدا، بس لو عاشرتك ليكي ألذ حد في الدنيا، وسهله وبسيطه وفاهمه متواضعه. ممكن لما اشوفك انت بني ادم وحش جدا 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 وكرهك، بس مقرب منك ليكي عكس كده، واقعد اقول للناس يا جماعه لا ده عشره، انا عارفه، ده انا اضمنه. فهي العشره دي اهم حاجه في العلاقات بصراحه، اهم حاجه، سواء بقى بين ولد وبنت، بين ولد وولد، بين ولد واهله. والعشره دي
اهم حاجه، فدي حاجه اساسيه بصراحه. الحمد لله والله نقيت، شفت انا طلعت حلوه العشره. صح. انا بحب ما هو العشره، أنا انا عشري اصلا. فتلاقيني كده بحب تلاقيني الم الناس كده، واقعد ما انا كل حد ببقى بس كاتبه كلام انا ببقى فعلا حساسه عشان انا حاساه عارفه ينفع الاشخاص الكاركتر ده. بالظبط. اوكي. فيعني انت هتلاقي مثلا طب ما تيجي كلمتك. نسحب ورقه تانية، عندي فضول قوي اشوف ايه طب اللي لا مكتوب. خد اسحق يا انا سلام. عندي فضول اعرف ايه ايوه تاني مكتوب غير العشره. لا. الجدعنه، والله العظيم شفت ثلاثه، قلت لك والله انت العظيم قوي. جميله. لا الجدعنه دي بقى اهم حاجه والله. دي بقى حته هنتكلم بقى على الجدعنه. الجدعنه اه دي انا ببسط قوي ما حد من صحابي يقف جنبي، فبالتالي لما حد بيبقى محتاج حاجه بحاول ان انا ابقى اموت نفسي عشان خاطر. انا هو والله انا يعني احنا ممكن نكون احنا عارفين بعض بس احنا مش اصدقاء مقربين. ما والله ما تردد ثانيه يا جماعه ان هو يقول لي اوكي وما سالنيش حتى هتساليني ايه. لا والله ف يعني انا بحب بجد ابقى احاول على قد ما اقدر ان انا اقف مع الناس وابقى جدع معاهم عشان خاطر قدام تتردلي. يعني ربنا حاجه دي ما بيضيعهاش. انت لو وقفت جنب حد النهارده وكنت جدع معاه وساعدته في حاجه، كده كده يوم ما انت هتحتاج حاجه هتلاقي حد معاك. يعني ربنا هيوقف لك حد عشان انت عملت، وساعتها هتيجي في بالك ان انت عشان وقفت جنب فلان فدي ربنا بعتها لك سند وظهر. يعني دي حاجه بتحصل. فانا يعني ان شاء الله يا رب ابقى مصنف من الصحاب الجدعان. ايوه لا والله انت كده يا رب جدا. والله، يا انا رب بقول يعني. لك كلام فعلا لايق عليك. انا ربنا اتبسطت معاك يخليك. قوي وانا النهارده والله العظيم بجد والله. كانت حلقه لذيذه، يا رب تبقى حلوه. لا ان شاء يا رب الله. نبقى قلنا حاجه ايوه ظريفه كده وتبقى خفيفه. يا رب انت تكون خدت راحتك وحسيت ان احنا جدا. ده انا رغيت رغي، يا نهار ابيض، ده انا صح. رغيت رغي على فكره كنت. يا جماعه مش رغاي كده خالص انا بس مش انا عارف، انا مبسوطه رغيت، والله ان انا هو رغيت جامد. شفت عرفت اطلع التالنت دي. طلعتي جوه حاجات كانت محتاجه تطلع تقريبا. فبجد فكل سنه ان وانت شاء طيبه، الله خير. احنا كل سنه خلاص كمان ايام وانت جميله. طيب. ايوه ان شاء وان الله. شاء الله يبقى شهر جميل كده اشوفك علينا يا رب على خير تاني. ونتقابل ماشي تاني ان شاء الله. ماشي ميرسي يا اوكي. مدين، يلا شكرا. ميرسي قوي يا زويد. اشوفكم بقى في الحلقه التانيه. باي باي.